زي ما وعدتكم هتكلم على مشاكل الست الحامل وليه معظم الحوامل بتواجههم مشاكل فترة الحمل. بتجيني شكوى متكررة يا دكتور أنا في كل حمل أو ولادة ليا لازم أخسر ضرس على الأقل من أسناني، أصل ابني أو بنتي بياخدوا كالسيوم من أسناني. بالمناسبة دي معلومة غلط، مفيش كالسيوم بيتاخد من الأسنان فترة الحمل، الكالسيوم اللي بيحتاجه البيبي بيكون من عظام الأم. طب تعالوا كده نعرف هو إيه المشكلة وإيه اللي بيحصل أصلا. لازم نكون عارفين او في حقيقه كتيره غايبه عن الناس ان في فتره الحمل بيحصل تغيرات هرمونيه كبيره في الجسم، والهرمونات ما بتكونش في مستوياتها وده بيأثر بالسلب على اللثه بصوره كبيره. ضيف على كده ان بيبقى فيه غثيان وقيء مستمر، ومشكله القيء ان هو بينقل حمض المعده من المعده الى الفم عن طريق القيء، وده بيخلي الوسط بتاع الفم وسط حامضي. واحنا كنا قلنا قبل كده ان الوسط الحامضي في الفم ما بيكونش محبذ لان هو بيسبب مشاكل كبيره وبيخلي البكتيريا تنشط وبيخلي الاسنان عرضه للتسوس بصوره اكبر. طب يا دكتور احنا عرفنا المشكله، تعال نتكلم في الحل. الحل احنا مقسمينه الى شقين، الشق الاول شق وقائي هو ازاي احمي الاسنان في فتره الحمل من اي مشاكل ان شاء الله، والشق الثاني ان احنا عندنا ست حامل بتعاني من مشكله وتعبها، ازاي هنتعامل ونتصرف معاها. النهارده هتكلم على الشق الوقائي هو ازاي نحمي اسنان السيده الحامل من قبل ما تحصل المشكله اصلا. يفضل في قبل فتره الزواج او في اول فتره الزواج حتى قبل ما يحصل حمل ان شاء الله ان احنا نراجع طبيب الاسنان، نعالج المشاكل اللي عندنا، لو عندنا ضرس مكسور يتعالج، لو حاجه محتاجه حشو عصب، لو عندنا جير، كل الحاجات دي لازم نعملها عشان نكون مستعدين للحمل. طب وبعد كده ان شاء الله ربنا يرزقكم الذريه الصالحه والحمل بامر الله سبحانه وتعالى. في اول فتره الحمل لازم نكون حريصين على صحه الفم واللثه بصوره كويسه. طيب ازاي هنعمل كده؟ في كام حاجه كده لازم نعملهم وناخد بالنا منهم. يفضل ان هو لو حصل قيء ان احنا نتمضمض بعديها بميه كويس جدا عشان نقلل الحامضيه اللي حاصله في الفم، ويفضل بعديها بشويه على الاقل نص ساعه نغسل اسناننا بالفرشه والمعجون. هتقول لي يا دكتور بس انا اصلا عندي مشكله ان انا استخدم الفرشه والمعجون وبحس ان هي السبب انها بتزود الغثيان ده عندي والشعور بالغثيان. طيب هقول لك على حل لطيف يقلل المشكله دي بنسبه كبيره. هو المشكله ما بتبقاش في الفرشه خالص، المشكله ما بتبقاش في الفرشه خالص، المشكله بتبقى في الغالب من المعجون، وان المعجون له طعم، عشان كده يفضل نستخدم بديل معجون ما فيهوش طعم، او في بودر بيبقى في الصيدليه برده من غير طعم خالص وده برده بيبقى كويس. فاقل الاحوال خالص ان احنا على الاقل بعد كل وجبه لازم نشيل بقايا الطعام حتى لو بالفرشه من غير اي معجون، لان التهاون في استخدام الفرشه وازاله بقايا الطعام ده هيدخلنا في مشاكل كبيره قدام. تاني حاجه لازم نهتم بيها صحه اللثه، لازم صحه اللثه تبقى كويسه، وده عن طريق استخدام غسول فم لعلاج التهابات اللثه، لان قلنا بيبقى فيه تغيرات في الهرمونات بصوره كبيره وده بيخلي فيه التهابات وتورم واحمرار في اللثه، عشان كده لازم نستخدم غسول الفم. فاقل الاحوال نستخدم ميه بملح، نتمضمض لمده دقيقه 3-4 مرات على مدار اليوم.